ازيكم؟ في ترند كده جديد عن واحدة كانت تقريبا مغفلة صاحبها او حبيبها. ما تيجي نحكي؟ طلعت خبرة على الآخر بتشد مخدرات. بيقول له طلعت خبرة اخر حاجة وبتشد مخدرات. كانش يعرف هو القصة دي، فبيحكي لصاحبه يعني. بس على العادي على الطلاق على العادي. وبيقول على العادي خلاص بقى مش فارقة معاه، وانا بصراحة عاجبني ان هو قدر يتجاوز، وان هو مش واخد الحاجة على اعصابه يعني، لارج يعني، فعلى العادي. كانت فتاة أحلامي كانت مغفلاني، كانت بتقولي دادي في غيري ألف دادي. بس هو متضايق برضو، بيقول ان هي ما كانتش فتاة احلامي وكل حاجة، بس كانت مستغفلاه جامد، فالواد محروق يا عيني برضو. مع ان الموضوع هو بيقول ان هو مش فارق معاه، بتقول كانت بتقول له دادي، وكان في الف دادي، فلا الموضوع برضو القصة لسه معلمة فيه يعني، يا عيني والله. صعبان عليا. كانت بتقولي إنها ما خرجتش من البيت من قبل إعدادي. طب وانت مصدق؟ يعني تفتكر يعني واحدة شحطة زي دي ما خرجتش من اعدادي برضو؟ مش عارف ليه حاسس ان انت اللي مغفل اصلا يعني. مش كده يا صاحبي؟ يعني المفروض ان انت عيل برضو، يعني لافف وداير وكل حاجة. في دلوقتي بنات ما خرجتش من اعدادي، مش تفتح مخك معايا كده؟ كل مرة بتخوني كانت بتقولي عند أختي، وغمض عيني على الحلوين وكأني مصاحب هدى المفتي. كل مرة بتخونك؟ هي ما كانتش مرة وخلصت؟ ده انت كنت انت كنت دادي صح؟ اه. لا، هقول لك ايه؟ وبعدين مالها هدى؟ انت مالك بهدى المفتي اصلا؟ هذا انت مش كويس يعني. قولي جرانا تشوفني كون نفسك اخطبني، بقالي سنين بجيب في هدايا ومفكرة حب عمري وطلعت شلبو. مفكرها حب عمرك وفي الاخر طلعت شقلباظ؟ طب يعني ما كنتش شايف حاجة كده ولا كده؟ انت كنت على الابيض خالص كده. عموما تعيش وتاخد غيرها، على العادي على العادي، زي ما احنا على العادي.